السلام عليكم. مفيش شك ان البروتين هو اكتر حاجه الناس بتهتم بيها اول ما نسمع كلمه عضلات او اول ما نخش الجيم. السلام عليكم. في اشخاص كتير مش بتمارس الرياضه بس بيعمل مجهود في يومه، بيتحرك بيروح بيجي، بيبقى عنده شغل، عنده التزامات بعد الشغل، فبيبقى محتاج ان هو يزود نسبه الاكسجين اللي بتوصل لعضلاته عشان تديله نشاط بشكل طبيعي. طبيعي جدا لما تكون انا طبيعه شغلي شغلانه صعبه فيها مجهود بدني عالي، بتعب، بحس بوجع في جسمي. مش شرط ان انا عشان مش هقدر اتمرن او مفيش وقت اتمرن ان ما ينفعش اعتمد على المكملات عشان تساعدني. الماتشا نوع من انواع الشاي الاخضر، تركيزه عالي جدا، جودته ونقائه عالي، فالفوائد بتاعته الصحيه كتيره جدا، يعني هو بيعتبر كنز من الكنوز الصحه. السلام عليكم. حاجة طبيعية جدا ان احنا كل ما بنكبر في السن كل ما الاداء البدني بتاعنا وانتاج الهرمونات والحاجات الطبيعية دي بتبدأ تقل. الكرياتين طبعا من اهم المكملات واكتر المكملات اللي عمل عليها دراسات وابحاث والناس كلها اتكلمت عنه، فانا باختصار هتكلم عن حاجة واحدة، الفرق بين الكرياتين المونوهيدرات والكرياتين ال HCl.